السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله جل العملاق اللي هنعمله مع بعض النهارده. هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا ومكونات بسيطة قوي قوي، ان شاء الله هتنول اعجابكم. بصوا عامل ازاي، وتقلوا احسن كمان من بتاع الشركات، روعة. وبجد هو متعدد الاغراض، هتعملي بيها حاجات كتيرة جدا. هتعمليها بيها، هتمسحي بيها الحمام، هتعقمي بيها الرخام، تمسحي بيها الارضيات، هتمسحي بيها المطبخ. بجد تحفة، معقم حلو جدا جدا. بصوا عملناه بأقل تكلفة، ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي، يا ريت تشيروا الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل حبايبكم واصحابكم يشوفوه. ويا ريت ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو، وعشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه على القناه. شوفوا التقل بتاعه عامل ازاي، بجد حلو قوي. هتشوفوا دلوقتي احنا عاملينه ازاي في الفيديو بطريقه سهله قوي قوي. ان شاء الله تنول اعجابكم وتدعوا لي. بصوا اهو التقل عامل ازاي، روعه روعه روعه. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف احنا ازاي عملناه مع بعض. قبل ما نبدأ الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في الوصفة بتاعتنا ده بديل التكسبون أو عجينة التكسبون اللي عاملينها مع بعض بقوة الليمون والبرتقال. تحفة بجد، وعملنا بيها الفيديو اللي فات عملنا بيها الصابون السائل بريل، وجميل جدا تحفة بجد، يا ريت تدخلوا تشوفوه. وإن شاء الله النهاردة هنعمل بيها جل العملاق. بجد هي سهلة، هي طبعا هي جاهزة، مش هنحط حاجات بسيطة قوي عليها. طبعا احنا حاطين فيها مكونات وحاطين فيها الصودا، يعني مش هتوفر علينا ان احنا مجهود كمان. هنحط في الوصفة دي مكونات بسيطة قوي. هنحط على العجينة ده الصابون السائل اللي انا عاملاه معاكم امبارح. بصوا عامل ازاي تحفة، بصوا جامد. ده اللي انا عاملاه معاكم امبارح، بجد تحفة. ثانية واحدة هجيب المضرب اهو يا حبايبي، هقلب كويس. طبعا اي صابون سائل عندك حطيه، يعني انت لو ما عندكيش من اللي احنا عاملينه على القناه، جيبي من بتاع المنظفات، بيبيعوا يعني ب 3 جنيه 4 تقريبا. اهو هنقلب كويس اهو يا حبايبي، قلبته كويس. بعد كده انا هحط كيس اوكسي، انا بحب ريحته جامد بجد، انا بحب ريحته جدا، ريحته حلوه قوي بريحه الليمون، روعه. بس انت لو مش عايزه تحطيه ومش حابه تحطيه، كفايه الصابون السائل اللي انت حطيتيه تمام. انا هفتحه اهو، ريحته بجد تحفه. لحظه واحده انا هفضيه اهو يا حبايبي، انا فضيته زي ما انتم شايفين كده، وهقلبه كويس. بجد هيبقى احسن جل عملاق عاملينه مع بعض. انا عملت معاكم كذا وصفه ليه، الوصفه دي كمان هتبقى جباره بالمكونات اللي فيها وقشر الليمون والبرتقال، بجد تحفه. هنقلبها كويس. بعد كده الوصفه دي جميله جدا يا حبايبي، متعدده الاغراض، هنعمل بيها حاجات كتير. ده معطر الياسمين، ريحته بجد تحفه. هحط منه شويه كده، اي معطر عندك او دوني اللي عندك حطيه، ما عندكيش خالص مفيش مشكله. احط شويه كده اهو، حطي كده معلقتين ثلاثه، معلقتين ثلاثه، انا كده حطيت حوالي معلقتين. ده يا حبايبي ديتول، هتحطي كده شويه اهو وتقلبي. في الدوني ده كان عندي، انت لو ما عندكيش من عند بتاع المنظفات هديكي الكيس بقى، انا مش فاكره طبعا الكيس بكام، بس هو بيبيعه رخيص. ممكن تكون برضه 4 جنيه، ممكن يكون ب4 جنيه تقريبا، حاجه كده. انا كده قلبته كويس يا حبايبي، بس التقل بتاعه جميل. انا كده عايزاه زي الجيلي، طبعا ما تخففوهوش. لو هتحسي انه هيخف منك حطي نص كوبايه صابون سائل بس، حطي نص بس، ما تحطيش كوبايه زي كده تمام. الوصفه بتاعتنا كانت جاهزه طبعا، ما حطيتش غير البريل. وحطيت الديتول، حطيت شويه صغيرين جدا اقل من ربع كوبايه، يجي 3 معالق كده. والمعطر زيه. وكيس الاوكسي برضو اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك، لو ما عندكيش ما تحطيش، مفيش اي مشكله. اهو بعد كده هحط اللون، انا عندي اللون الاخضر اهو. مش عايزه تحطي له لون خالص مفيش اي مشكله خالص، يعني اللي عندك اعملي بيه، عندك لون حطي، مش عندك خلاص مفيش اي مشكله. انا بحط بس عشان الفيديو، عشان يبقى شكله حلو اهو. طبعا هو بيبقى لون جل العملاق اخضر كده، وطبعا انتوا عارفين ان هو غالي، الازازه منه غاليه. انت هتعمليه هنا جميل جدا. طبعا الوصفه دي متعدده الاغراض، هتعملي بيها حاجات كتير معقمه. تعملي بيها الرخامه، تعملي بيها المطبخ، تمسحي بيها، تعملي بيها الحمات، بجد روعه. وكمان فيها مكونات جميله جدا، والريحه بتاعتها كمان تحفه. هحط لها كمان شويه لون
كده يا حبايبي انا حطيت كمان شويه لون وظبطت اللون كده زي ما انتم شايفين. طبعا اللون ده بتجيبيه من عند بتاع المنظفات، بيديكي بودره كده، وانا بدوبه عشان ما يكلكعش منك. لازم تدوبيه في شويه ميه. انا هنقله بس في طبق تاني عشان يبقى واضح قدامكم. لحظه واحده اهو، شوفوا تقولوا اهو زي ما انتم شايفين كده، جميل جدا جدا واحسن كمان من اللي احنا بنشتريه من بره. يعني احنا حاطين مكونات جميله جدا جدا. استنى هنزل كل اللي في الطبق وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي انا فضيته كده من الطبق عشان بس يبقى واضح قدامكم. بصوا التقل بتاعه جميل جدا جدا. هوريكم التقل بتاعه عامل ازاي. لحظه بصوا، بجد احلى من اللي احنا بنشتريه من بره. بصوا عامل ازاي، روعه. احلى جل عملاق عملناه مع بعض، جميل جدا جدا. انا عملت معاكم كذا وصفه ليه، وده كمان تحفه، معقم جميل جدا جدا. للحمامات، تعملي بيه الحمامات، تمسحي بيه الارضيات، تعملي بيه الرخامه، تمسحي بيه المطبخ. تحفه تحفه تحفه. بصوا تقولوا عامل ازاي، روعه بجد. التقل بتاعه كده جميل جدا. بصوا حلو قوي قوي. يا ريت لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسونيش باللايك. ايه رايكم يا لو شفتوا الفيديو بتاع بديل التكسبون، يعني بتبقى الوصفه جاهزه وانا بعمل بيها زي ما انتم شفتوا كده. الوصفه ما عملناش غير مكونين 2 أو 3 اللي حطيناهم عليه، حاجات بسيطه يعني. حطينا 3 معالق من كل حاجه. وطبعا عشان ما تبقاش خفيفه منك حطي نص كوبايه بريل بس او فري. بصوا ايه رايكم بقى، تحفه 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 بجد، روعه. مفيش احلى ولا اجمل بقى من كده. استاهل اللايك بقى ولا لا؟ بصوا يا حبايبي بجد روعه اهو، حلوه قوي قوي. يا ريت تجربوا الوصفه دي بجد بجد رائعه. يعني جربوها كده وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. بصوا اهو قدامكم اهو. بصوا التقل بتاعه حلو قوي قوي. يعني عملناها بسهوله جدا وما كلفتناش حاجه، بأقل التكلفه. وطبعا انتوا عارفين جيل العملاق بره بيباع بكام؟ غالي، هتلاقوه غالي في ظل الغلاء اللي احنا فيه. هتلاقوه اغلى من مكان، يعني هو كان غالي اصلا ودلوقتي غالي اكتر من مكان. هبصوا يعني الحاجه بقت اضعاف اضعاف. لكن انت ما تعمليها بايديكي في البيت، هتعملي الوصفه يعني باقل التكلفه، ويعني هتعملي بيها كل حاجه يعني متعدده الاغراض في كل حاجه، هتعملي بيها كل حاجه، تمسحي بيها، هتعقمي بيها بجد روعه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. اه يا حبايبي، يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.